في ناس كتير بتتلخبط بين 3 وظايف وشايفاهم ان هم واحد. خلينا افرق لك بين التلاتة ان هم البيزنس ديفلوبمنت والماركتنج والراجل السيلز. خلينا اشرحهم لك واحده واحده عشان تبقى عارف الفرق، عشان لما تيجي تتكلم مع حد تبقى عارف هو ايه كويس. اول حاجه الماركتنج ده اول واحد بيعرض المنتج بتاعك وبيخلي العملاء بتوعك يشوفوا الثقه باينه من جوده المنتج اللي هو بيعرضه لك. تاني حاجه الراجل بتاع المبيعات بيحول العملاء المحتملين لعملاء حقيقيين موجودين معانا في الشركه، بتحول بوتنشال كاستمر لريل كاستمر. تالت حاجه البيزنس ديفلوبمنت عنده دايما نظرة مستقبلية. بيعمل ايه؟ ده بيحاول يفتح لك شركات جديدة، بيحاول يفتح لك اسواق جديدة، دايما بيحاول ان هو يوسع النشاط. دايما البيزنس ديفلوبر نظرته مستقبلية على عكس السيلز والماركتنج اللي بيشتغلوا على الواقع الافتراضي الحالي. فده الفرق بين الثلاثة يا صديقي، وخلينا اكمل لك القصة المرة الجاية. يلا سلام.